السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هعمل لكم فيديو بسيط جدا مفيهوش اي حاجة خالص. طبعا كلكم عارفين المحشي بيتعمل ازاي، بس انا هقول لكم على طريقة تعملوها بيها، تعملوا المحشي بيها. حاجة جديدة ممكن يكون في ناس بتعملها وناس لا، بس احنا بنقولها للناس اللي ما بتعملهاش. جربوها صدقوني هتدعوا لي وهتعجبكم جدا، مش تعملوا غيرها بعد كده. وهو المحشي اللي بيتسوى في البوتاجاز، في الفرن البوتاجاز، مش بيتسوى على البوتاجاز من فوق. زي ما انتم شايفين كده هنسويه في صينيه جميع انواع المحشي، هيطلع لك تحفه ريحه وطعم. بصي ما جربتوش قبل كده. يلا معايا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هنجهز البصل وهنجهز الطماطم بتاعتنا. بعد كده يا حبايبي جبت الحله بتاعتي وهنزل بيها بقى بالبصل بتاعي اللي انا فرمته في الكبه. بعد كده هتجيبي بقى الزيت بتاعك وتحطي على البصل اللي في الحله. المفضل ان انت بتعمليه بزيت احسن من السمنه. السمنه بقى دي ممكن انت بتحطيها كده في الاخر لما المحشي يستوي كده، قبل ما تغرفيه كده بدقيقتين 3 تحطي لك معلقه سمنه بلدي على الوش، تديله لمعه وريحه جميله جدا. زي ما انتم شايفين حطيت الزيت على البصل ورفعته على النار، وابتدي بقى تاني اقلب فيه لحد ما يصفر معايا ويدبل. انا مش هحمره، انا هخليه بس يصفر اهو. زي ما انتم شايفين اهو ابتدى لونه يصفر اهو، الدبل واصفر معايا. هبتدي بقى احط بقى النقطه بقى الجميله ديت بتاعتي اللي انا بحب دايما احطها، وهي الخضره. بحط شويه خضره كده مشكله من اللي انا هحطها على المحشي، مش كلها، باخد حبه كده احطهم على البصل. التكايه دي تحفه تحفه، انا دايما بحطها في المحشي بتاعي، بتخلي ريحته وطعمه جميل جدا. جربوها لو انتوا ما بتحطوهاش، جربوها وشوفوا الفرق. هسيبها كده اقلبها حوالي دقيقة او دقيقتين كده، اقلب الخضرة مع البصل عشان ياخدوا كده الريحة كده مع بعض وريحة الخضرة كده تفحفح. بعد كده بقى نزلت بالطماطم بتاعتي المضروبة في الخلاط على البصلة بالخضرة، قلبتها بقى تقلبتين كده عشان نسيبها تتسبك وتبقى تمام التمام. بعد كده بقى يا حبايبي جهزت البهارات والتوابل اللي هحطها. معايا ملح، ومعايا السبع بهارات، ومعايا بابريكا، ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا بهارات بهارات محشي، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا شويه كمون، ومعايا شويه شطه. لو انت مش بتحبي الشطه خلاص يبقى بلاش منها، بس طبعا احنا بنحب مشطشط بحب احط معلقه شطه. لو انت بتحبيش الحراق ما تحطيش، دي حاجه ترجع لك انت. هنقلب بقى كل التوابل والبهارات اللي نزلنا بيها على الطماطم ديت، هنقلبها كويس قوي ونغطي الحله بتاعتنا ونسيبها لما تتسبك وتبقى 100%. وادي يا حبايبي التسبيكه بتاعتي اهيت، خلطه المحشي اهيت اتسبكت معايا كويس وبقت تمام التمام. هبتدي بقى اجيب الخضرة الباقية بتاعتي اللي احطها على المحشي وانزل بيها. عايزه اقول لكم بقى ان انا اتحطيت في موقف، بس الحمد لله ربنا نجدني كده فيه. ان انا نسيت خالص اجيب خضره محشي، لان انا جايبه حاجه المحشي بقى لها يومين في التلاجة، وكان عندي شويه خضره بس خلصوا، ما كنتش عامله حسابي، بس الحمد لله طبعا عشان انا بخزن الخضره فمع يعني ما لقيتش بقى اي مشكله. وزي ما قلت لكم حاولوا تخزنوا كل حاجة عندكم في التلاجة، مش هتقول لا، كل حاجة بتتخزن لوقت الحاجة. ووقت زي كده كنت هعمل ايه بقى؟ فهي الحاجة اللي انا مخزناها ساعدتني اهو. زي ما انتم شايفين نزلت بالخضرة بتاعتي على المحشي اهي وقلبتها. وهبتدي بقى اغسل الرز بتاعي، طبعا هكون غسلاه ومصفياه عشان اجيبه بقى انزل بيه على التسبيكة بتاعت المحشي.
وادي يا حبايبي اهوت نزلت بالرز بقى بتاعي بعد ما غسلته وصفيته كويس. نزلت بقى بيه على التسبيكه واقلبه كويس جدا جدا عشان يبقى جاهز معي. حاولي دايما التسبيكه بتاعه المحشي تبقى معاكي حمرا كده ولونها جميل. لو الطماطم مش حمرا ممكن تحطي بقى معلقه صلصه عشان تخلي لك اللون احمر وحلو، بس طبعا الطماطم الحمد لله حمرا وجميله الفتره دي. اهو يا حبايبي بعد ما قلبت الرز بقى كويس في الخلطه وجهزت بقى معايا عشان بقى نبتدي نحشي المحشي بتاعنا. وده اهو يا حبايبي المحشي بقى اللي انا هحشيه، ادينا اهوت عاملاه ومجهزاه وغسلته وصفيته كويس. الكوسه والبتنجان والفلفل وادي الكرنب وادي ورق العنب، لان احنا هنعمل تشكيله المحشي كلها مع بعض في صينيه واحده. يعني بصوا بقى مش هرمكم من حاجه، يعني مش هعمل لكم حاجه ولا حاجتين والباقي لا، عامله لكم كل اصناف المحشي كلها في صينيه واحده. زي ما انتم شايفين انا جايبه بقى طبق شلت فيه اللي هو قلب الكوسه ما رميتهوش، ومعاه كده كام شرايح جزر وبصل، واحطهم في قعر الصينيه كده زي ما انتم شايفين، اوزعهم بالطريقه دي بيحافظوا لي على المحشي بتاعي وبيخلوا السوا بتاعه بيبقى كويس وما يتحرقش من تحت. كمان بيدوا كمان ريحة وطعم جميل جدا مع المحشي. عايزه اقول لكم ان انا كمان ساعات بعمله وبحط ببقى عامله اللحمه زي كباب حله كده، وبجيبها اوزعها في الصينيه من تحت وبرص المحشي فوقيها، ببقى سايباها يا دوبك عايزه بس تكه سوا صغيره بحيث ان هي تستويها مع المحشي. بس النهارده بقى انا ما عملتش لحمه، طلبوا مني فراخ. ابتديت بقى يا حبايبي اجيب بقى المحشي بتاعي وابتديت احشي اهو الكوسه بتاعتي اهي. بعد كده بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين ابتديت اهوت بقى عامله المحشي بتاعي. الكوسه اهيت بتقعدي كده تحطي فيها كده بالراحه لحد ما بتمليها كويس، وبعد كده تنضفيها من بره، ما تخليش عليها لا رز ولا اي حاجه، عشان الحاجه بتاعتك لما تستوي يبقى شكلها جميل كده وشيك وانت بتقدميها، ما يبقاش الرز بقى ايه ملحوس عليها كده من بره وشكلها كده وحش. لازم كده نقدم الحاجه يبقى شكلها جميل، لان زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل القبور. طبعا انا بخبطها عشان خاطر لو فيها فراغات جوه تتملي. بعد كده اهو بعمل لكم بتنجان عشان تشوفوا، انا بوريكم من كل حاجه، بوريكم يعني طبعا انتوا كلكم عارفين بتعملوا المحشي ازاي، بس طبعا في ناس لسه بناتيت جديده ما بتتعلم برضو تشوف. في مثلا بنات لسه عرايس طبعا بيبقوش مثلا وقفوا في المطبخ قبل كده، فبرضو بيبقى كل الحاجات دي جديده عليهم. لكن طبعا الستات الجميله كده اللي زيكم كلكم طبعا عارفين بتعملوا المحشي ازاي، بس احنا بنعلم اللي لسه ما بيعرفش يعمل. عايزه اقول لكم ان انا عامله القناه ديت لبناتي وهم اللي عاملينها لي والله مش انا. قالوا لي يا ماما عشان خاطر لما نيجي نتعلم اكله نقعد نتفرج على الفيديو ونتعلم بدل ما نقعد نقول لك ورينا وكده. وفعلا والله بيتفرجوا على الفيديوهات والله وما شاء الله، يعني عندي كبيره منا ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله تقدر بتعمل المحشي لوحدها، يعني ساعات ممكن انا ابقى مشغوله مثلا اروق الشقه وهي عليها تعمل الاكل، فما شاء الله يعني بيتعلموا، فبتبقى حاجة جميلة جدا بقى اما تلاقي البنات الصغيرة يتعلموا منك، بتبقى حاجة جميلة جدا. اهو يا حبايبي وريتكم اهوت، وادي المحشي بقى الكرنب اهو.
في ناس طبعا تقولك لا ما ينفعش نحط المحشي المشكل كله يستوي مع بعض. لا لا بينفع، وعلى فكرة ما فيش حاجة بتختلط على حاجة، ان كل حاجة بتبقى محتفظة بطعمها. فيش حاجة بتقول يعني انا اسمع الناس يقولوا ايه الطعم ما بيبانش كله بيدخل على بعض. لا والله، جربي يا حبيبتي كده انت وهي اللي ما بتعملوش مع بعض وشوفي، وبعد كده احكمي. كل حاجة بتفضل محتفظة بطعمها، بالذات السوا بتاع فرن البوتاجاز يا حبايبي جميل 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 جميل. جربوه، اللي ما بيجربوش او ما عملوش قبل كده يجرب يسوي المحشي في صينية واحدة ويحطه في فرن البوتاجاز، مش على البوتاجاز من فوق. اوعي تحطيه خالص على البوتاجاز من فوق ولا ثانية حتى. انت بتحشيه وتخلصيه وتدخليه الفرن ياخد السوا من اوله لاخره. صدقوني سوا 100 ولا حاجة بقى تعجن منك ولا اي حاجة. وعايزة اقول لكم ريحته تجنن وطعمه يجنن. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو، وادي الصينية بتاعتي اهي رصيتها بقى وشكلتها كلها زي ما انتوا شايفين اهو. فيها ورق العنب وادي الكرنب وادي البتنجان وادي الكوسة وادي الفلفل زي ما انتوا شايفين. الرصة جميلة والشكل طبعا جميل، وبتحتفظ بكل حاجة كده لوحدها على جنب، بيبقى طبعا الدنيا زي الفل. تجهزي بقى الشوربه بتاعتك. انا عندي شوربه فراخ بس طبعا ما تكونش لا مغليه ولا بارده، هي طبعا مسخنه سخنه كده عاديه. عايزه اقول لكم حطيت فيها كمان قالب مرق الدجاج ودفتها يعني شويه، كانت في التلاجة دفتها شويه. وبعد كده بقى تنزلي بيها على المحشي بتاعك لحد ما توصلي لاخر الصينيه. لو ما عندك الشوربه تقدري طبعا تعملي ميه، وطبعا تحطي لها الملح والفلفل الاسمر بتاعها، وتحطي لها شوربه دجاج وتسخنيها على البوتاجاز، هتبقى شوربه عشان بتدي للمحشي طعم احلى ما بتعمليه. في ناس بتحب تسقيه بميه كده عاديه وتملحها وكده، لا بيبقى الشوربه بتدي للمحشي طعم احلى. وطبعا لما تجربي انت نفسك هتلاحظي الفرق وهتعرفيه. زي ما انتوا شايفين بصوا الشوربه، شايفين وصلت فين؟ بصوا وصلتها يعني لاخر صف، يعني بصوا باينه اهي اهو، شايفين توصل معاكي لاخر الصينيه. بعد كده بقى يا حبايبي هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقى ورقه زبده ونحطها على الصينيه بتاعتنا كده نقفلها. بعد ما احط بقى ورق الزبده بتاعي هجيب ورق الفويل واروح حطاه فوقيها واقفل بقى الصينيه وبرشمها كده، يعني فاهمين بقى، غطيها جامد واحكمها كويس قوي عشان تستوي معايا تمام في الفرن. هو دوت اللي هيخليها تستوي كويس معايا في الفرن. طبعا البخار بيطلع ما بيلاقيش منفذ، فطبعا ايه بيسوي لي بقى الاكل من جوه مع الشوربه. طبعا عايزه اقول لكم بيطلع تحفه تحفه تحفه. زي ما انتوا شايفين بعد ما حطيته عماله بقى بقفل الصينيه كويس عشان ما اخليش اي منفذ للهواء او لخروج البخار اهو. بقعد اقفلها بقى كويس، ودي اهم خطوه عشان التسويه، ان انت تقفلي الصينيه كويس وتحكمي ورق الفويل عشان البخار ما يخرجش خالص وما بقاش ليها اي منفذ. اهي حبايبي زي ما انتوا شايفين بعد ما قفلتها جهزت بقى معايا اهي عشان ادخلها الفرن. طبعا انا بقى ولعت الفرن من تحت، مش هحطها على الشبكه خالص، الصينيه سواها كله هيبقى من تحت. انا مولعه الفرن البوتاجاز على درجه 200 وهحط الصينيه من تحت مش على الشبكه خالص، هحطها في ارضيه البوتاجاز من تحت. وعايزه اقول لكم ان هي بتاخد حوالي ساعه تسويه. وهي حبايبي ما شاء الله بقى بعد ما خرجتها شايفين عامله ازاي،
بصوا بقى شكل المحشي عامل ازاي، ولا فيش حاجة بقى اتهرت خالص منه ولا اي حاجة، كل حاجة زي ما هي، كل صابع محشي بحاله زي ما هو، لا حاجة اتعجنت ولا حاجة اتهرت ولا اي حاجة خالص. عايزة اقول لكم سوا والله هتلاحظ الفرق بنفسك، احسن من سوا اللي بيتعمل على البوتاجاز من فوق مليون مرة. جربوها وعلى ضمانتي هتدعولي صدقوني. شايفين الشكل عامل ازاي؟ يلا بقى مع بعض كده نشوف السوا. شايفين بتطلع معاكي بكل سهولة، مستوية جميلة جدا، لا هي بقى مستوية معجنة ولا هي ناشفة، السوا اللي هو المظبوط 100%. وادي كمان ورق العنب اهو، شايفين بصوا اتقطع معايا بكل سهولة. وادي كمان ورق الكرنب، شايفين. عايزه اقول لكم المحشي تحفه تحفه، بيدوب كده في بقك رغم ان هو محتفظ بشكله زي ما هو. جميل، جربوه ان شاء الله يعجبكم. مستنيه رايكم في التعليقات، تقولوا لي ايه رايكم، وان شاء الله بقى باذن الله ما تنسوش ان عجبكم الفيديو اعملوا لي لايكات كتير كتير كتير، واعملوا لي سبسكرايب في القناه، واستنوني بقى ان شاء الله مع بعض كده اعمل لكم وصفات كتير 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 هتعجبكم. بس ما تنسونيش في اللايكات بالله عليكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد مع فيري.